الحقيقة هي وجود طبيعة المجتمع وجميع الكائنات الحية الموجودة. كل إنسان يريد بأن يثبت حقيقة وجودها. من أجل التعرف على هذه الحقيقة بطبيعتها تم تحويلها في مجتمعنا اليوم إلى أشكال كثيرة وفق مصلحة المجتمع، ويتطلب الأمر قدرا كبيرا من النضال من أجل عودة هذا التحول إلى جذورها وإلى الحقيقة. النضال من أجل الحرية يندلع مرة أخرى في خضم الثورة وسط موجات كبيرة من التساؤلات من أجل أن يصل المجتمع مرة أخرى إلى واقعها تحت قيادة المرأة. من خلال فكر وفلسفة القائد آبو كمصدر واضح ضد واقع المجتمع في موجة الحقيقة في ثورة غرب كردستان بلغت ذروتها بسر امرأة ثورية وذكية. سيستمر نضال مقاتلات وحدات حماية المرأة حتى النهاية. وقد وضعن مفهوم الحقيقة على أكتافهن وفي نفس الوقت في قلوبهن المليئة بآلاف الآمال التي سطرت المقاومة في الصفحات الغير المعلنة. الحقيقة أصبحت حكمة جميلة اللون ضمن رونق الحياة الأخلاقية والسياسية أينما ذهبت. العيش مع المرونة والنجاح والكرامة أصبحت كل الصفات الثمينة والعظيمة ملكاً للمرأة الحرة. عندما ينظر الناس إلى واقع المحاربين في واقع الحياة تصبح ذات معنى. ومن أجل إظهار الحقيقة بلونها فإنهم يرفعون راية النصر في جميع المواقف الصعبة. بطبيعتهم كل خطوة يخطوها على هذه الأرض بوجوههم الجميلة كالشمس التي خلقت منها الحقيقة رفعت مقاتلات اليبهجة الصوت من القلوب إلى رأس الحقيقة. لذلك فتحت وحدات حماية المرأة اليبهجة أنظار العالم
اليوم على الواقع الحقيقي التي من أساسيتها حقيقة المرأة الحرة في جميع المجالات. ولقد شهد الجميع إن المرأة المقاومة والمناضلة مختبئة داخل كل امرأة، والبطولات التي سطرتها هذه القوة تستحق القول والعيش. لطالما كان القضاء على الظلام مع شروق شمس جديدة هي المطالبة بحقيقة الحياة الحرة.